مصر ليست خفيفة وليست صغيرة. مصر دولة لها ثقلها، أمة لها ثقلها، ليس فقط حكما وحكومة وجيشا، لا، أمة لها ثقلها. وإن كانت بعض الظروف فيما مضى في العقود الماضية القريبة أدت إلى انحسار مصر عن دورها، حتى ظن بعض الصغار أنهم أصبحوا كبارا. مصر ليست صغيرة، مصر عند الله غالية. مصر تجلى الله فيها على الأرض، المكان الوحيد الذي نص الله على أنه تجلى على الأرض فيه في مصر، في سيناء الغالية أرض الفيروز. مصر المنطقة التي ذكر أن سيدنا المسيح عليه السلام وأمه الصديقة السيدة مريم جاءت إليها. مصر التي جاء إليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، ونزل وصلى ركعتين في مكان المناجاة في سيناء. مصر التي آوت أهل البيت الوقت الذي اضطهدهم فيه أبناء عمومتهم من العرب. السيدة زينب لما طردت أخرجت من المدينة بعد أن عادت من كربلاء ورأت ما رأت، قال لها ابن عباس: يا بنت رسول الله، ارحل إلى مصر فإن فيها قوما يحبونكم لله ولقرابتكم من رسول الله. فلما وصلت إلى مصر خرجت مصر عن بكرة أبيها تستقبل سيدتنا السيدة زينب بنت رسول الله. فلما رأت ما أثلج الصدر من حب أهل مصر الصادق، يذكرون أنها دعت لمصر بدعوتين عظيمتين. قالت: يا أهل مصر، آويتمونا آواكم الله، ونصرتمونا نصركم الله. فمصر منصورة ومأهوية من الله سبحانه وتعالى. أهلها ديانتهم قامت على الحب. هذا كرومر القائد البريطاني المشهور لما كتب عن مصر قال: المسيحي القبطي المصري والمسلم القبطي المصري شيء واحد، الفرق بينهما أن هذا مصري يصلي في مسجد وهذا مصري يصلي في كنيسة. المصري عندما يتدين بشخصيته هو. الدين الذي هو من الله شيء نوراني بحت قدسي، لكن التدين غير الدين. التدين أن يوضع الدين في قالب الإنسان فينصبغ بصبغة الإنسان. المصري عندما أسلم صبغ تدينه بما أعطاه الله من الخلال: المحبة، الرفق، الرحمة، اللين. الدين بالنسبة للمصريين محبة. المسيحي يقول الله محبة، والمسلم يقول حب الله وحب النبي وحب الصحابة وحب آل البيت. فالدين بالنسبة لهم حب. المصري لما يتخانق مع المصري يجي واحد ثالث يقول له: صلي على النبي، يقول اللهم عليه الصلاة والسلام، تنفض. أنا كنت مرة في جهة سيدنا الحسين في الجمالية، قامت خناقة جهة أم الغلام حارة هناك، قامت خناقة اشتدت يعني. أنا كنت ذيك أيام جديد يعني، شوف إيش القصة، ما قدرت أتدخل وما ابتليت بالشهرة يعني، ما حد يعرفنا. مع شدة الخناقة دخل واحد يقول: صلوا على النبي بينا، صلوا على النبي، صلوا، يصيح. هدأ الناس كلهم قالوا عليه الصلاة والسلام، هو يلتفت كده لقيته لابس الصليب. المسيحي هو اللي يقول لهم صلوا على النبي. التدين في مصر قام على قيم أخلاقية. لهذا